خذوها قاعدة: لن يقع شاب ولا شابة ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير في معصية إلا بسبب التفريط في الصلوات الخمس. فإذا أردت أن يعصمك الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فأعط هذه الصلوات الخمس حقها وقدرها. دليل ذلك قول الله تعالى: واستعينوا يا عبادي يا من آمنوا بي. استعينوا بماذا؟ بالصبر، إذا ابتلاك تصبر، والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في الآية الثانية: وأقم الصلاة، أقمها خالصة صادقة. إن الصلاة، ما قال والصلاة، إن حرف توكيد يثبت الأمر ويحتمه. إن الصلاة أي إذا أعطيتها حقها وقدرها تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمجرد ما تعطي الصلاة حقها في الوضوء، في الطهارة، بدل أن تأتي في الركعة الأخيرة تأتي على تكبيرة الإحرام، تأتي عند الأذان، بل تأتي قبل الأذان، لا يؤذن إلا وأنت في المسجد، فتخرج يوم تخرج من المسجد وأنت آخر من يخرج، فتنادي بتلك الدعوة وتصعد إلى السماء: حفظك الله كما حفظتني. حفظك الله دعوة من عبادة تفتح لها أبواب السماء، تذهب هدرا. ولذلك جرب، والله ما من صلاة تتم طهارتها وركوعها وسجودها إلا حفظك الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الصلوات الخمس. ثم إذا أردت أكمل من ذلك فأكثر من النوافل. فإن وجدت قلبك يحب زيد وعمر لجمال لمال لحسب لنسب، فقم واركع بين يدي الله جل وعلا، واصرف هذه اللحظات لله جل وعلا، واجعل في آخر الصلاة لك دعوة، فإن من مظان الإجابة أدبار الصلوات. فاجتهد في الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.